لا هي مش يعجبني الزمان حين يدور، لا هي ما تتقالش كده. اصل انا لو جيت قلتها لك كده هبقى انا مؤدب قوي وكيوت زياده عن اللزوم، وهو الموقف اكبر من ان انا ابان مؤدب او كيوت زياده عن اللزوم، لان الغلط مع اهل الغلط هو عين العقل. النهارده اللي عملوا الخرم الهاني سليمان في النادي الاهلي، او امبارح او اول امبارح او على مدار الاسبوع اللي فات كله من ساعه ما تحدد طرفين لقاء الاهلي وسموحه، وهو عامل ملحمه كوميديه وعامل لي فيها كوميديان قوي، عامل لي فيها محمد هنيدي على الاكونت بتاعه على الفيسبوك وعلى الانستجرام على السوشيال ميديا عموما، وبيقول لك غدا القاك غدا، وبكره جايب لي صورته وهو بيشرب ميه وهو نايم جوه الجون وعامل كده قال يعني ايه انا هقرفكم، قال يعني انا اللي سبوت عليا، قال يعني هو حاجه يا دي انت ولا حاجه. اقول لك على حاجه، النهارده بعد الخرمين اللي انت لبستهم لنفسك، سبحان الله انت اللي لبستهم لنفسك. يعني مثلا ما فيش حد عمل فيك لقطه بتاع لبسك كوبري فهنقول عادي مهاره من اللعيب التاني، لا ده انت اللي ملبس نفسك بنفسك. كورتين ولا اسهل على اي حارس مرمى في العالم، مش حارس مرمى بس، ده لو حارس واقف يعني لو لعيب واقف حارس مرمى، الحارس مرمى اتطرد مثلا وجبنا لعيب من الفرقه واقف حارس مرمى، مش هيخش فيه جوان بالكوميديه دي، والله ما هيخش فيه جوان بالكوميديه دي. النهارده بعد انت ما لبست الجونين لنفسك يا خرم، مصر كلها فرحانه فيك، مصر كلها شمتانه فيك، مصر كلها بتضحك عليك النهارده. اقول لك على حاجه، النهارده انت هفيه مصر. واقول لك على حاجه تانية ازيدك من الشعر بيت، اعرف الراجل بموقفه، اعرف الراجل ان هو لما يقول كلمه من بقه يلتزم بيها للاخر، سواء عرف ينفذها او معرفش يتحمل تبعيتها. ولكن انت عشان انت اصلا قد كده وانت ولا حاجه اصلا في الكوره، فبعد اللقاء تقريبا قبل اللقاء ما ينتهي كمان رحت جريت على السوشيال ميديا كلها من قبل ال90 دقيقه ما ينقضوا بتوع الاهلي وسموحه، وقفلت اكونتاتك على السوشيال ميديا كلها. طب ايه يا دكر، ايه يا ابو الاصول، ايه ما كملتش موقفك ليه للاخر يا دكر؟ ما كملتوش للاخر ليه؟ عشان تعرف قدام نفسك ان انت تستاهل ده، وانت تستاهل اكتر من كده، وبس انت ما تعرفش. انت فاكر ان قفل الاكونتات ده هيحلك مننا؟ يا دي انت السهر عليك صباحي. انت لما ترجع اكونتاتك او فاتح باكونت قريبك صاحبك اي حد، انت اكيد فاتح سوشيال ميديا، هتشوف الحفله عليك، الحفله صباحي، الحفله تقريبا لحد ما نروح كاس العالم للانديه ونتشغل احنا كجمهور نادي اهلي في حاجه تانية، او نكسب الهلهوله يوم السبت اللي جاي ان شاء الله. الحفله عليك انت من هنا ليوم السبت اللي جاي، الحفله عليك انت. اصل انت لا تامن غدرنا. قاعدتين يا ابني، قاعدتين معرفش حد قالهم لك قبل كده ولا لا، بس انا بقولهم لك، قاعدتين لازم تكون عارفهم قبل ما تتعامل مع جمهور النادي الاهلي. اول قاعده، لا تستفز جمهور النادي الاهلي. والقاعده الثانيه، لا تنسى القاعده الاولى. انت صغرت نفسك اكتر ما انت صغير، خليت نفسك نكره اكتر ما انت نكره جوه الملعب. كلامي كله جوه الملعب وفنيا، انا ماليش دعوه بشخصيتك بره الملعب، مع اني لو اتكلمت فيها يعني هحدث ولا حرج، ولكن مش هغتابك ولا هنم عليك. انا بتكلم على مستواك الفني والاستفزاز اللي انت عملته قبل المباراه. سبحان الله، سبحان الله، تلبس جونين هيخلوك كوميديان الدوري المصري لسنين جايه. اي حد هيفلت من تحت رجله كوره او هيفلت من ايده كوره هيفتكرك، والجمهور هيفتكرك، والجمهور هيضحك عليك. انت بقيت بالظبط عامل زي عبد المنصف في ماتش ال6-1. خلاص وصمة عار لزقت فيك وفي جبينك لمدى تاريخك. اي حد هيشوفك في الشارع هيبتسم، عارف الابتسامه اللي هي بتاعت عارف الابتسامه دي، ولو ما عملهاش في وشك هتبقى انت شايفها في عينه. انت اللي عملت في نفسك كده بتحديك لجمهور الاهلي، وانت عبرة لكل من تسول له نفسه وان هو يكرر او يحاول يعمل موقف شبيه بالموقف ده. اما عن المباراة النهاردة فكانت مباراة من الزمن الجميل. كنا قاعدين كده قدام الماتش وبنقول يا روايح الزمن الجميل هفهفي. هو ده الاهلي، هي دي الفرقة اللي وحشانا،
هو ده الجهاز اللي وحشنا، هي دي المنظومه بتاعه النادي الاهلي، هي دي شخصيه الكبار، هي دي الشخصيه اللي غايبه عننا بقالها سنين وسنين. حتى واحنا بنكسب افريقيا ما كانش بيبقى عندنا الشخصيه اللي باسطه جمهور النادي الاهلي. وانا اعي ما اقول. النهارده شخصيه النادي الاهلي رجعت، فكرتنا بمباراه النادي الاهلي والهلال في كاس العالم للانديه السنه اللي فاتت من 12 شهر. مباراه النادي الاهلي والهلال، والنهارده مباراه الاهلي وسموحه، او على الاقل الشوط الاول. ايه الشيء المشترك بين المباراتين؟ الاسبقيه، وان انت لعيبتك كلها عندها الاصرار والشراسه على الخصم. اي التحام انا اللي هكسب الكوره، في كوره مشتركه بيني وبين الخصم بتاعي، انا داخل اسد، انا اللي داخل هطير في صدر اللي قدامي، انا اللي داخل هاكل النجيله، انا اللي داخل مش خايف اقع، مش خايف التحم، مش خايف ادي كتف في كتف، مش خايف اطلع اجيب الكوره من الهواء قبل زميلي، مش خايف، انا داخل هموت نفسي على الكوره. وقد كان اول ما لعيبه النادي الاهلي عملت جمهور النادي الاهلي بينادي بيه بقاله عمر، هديكوا شفتوا النتيجه، جون في الثاني في الثالث، الله اكبر، اداء، نقل كوره، تحركات، باص وتحرك، مثلثات، كل حاجه. وهقتبس هنا كلمه من الكابتن المحترم اللي انا بحترمه على المستوى الشخصي، على انه مع انه زملكاوي ولكن المحترم يحترم ايا كان انتمائه ايه. كابتن حلمي طولان قال لك مفيش حاجه اسمها طريقه لعب حلوه، في حاجه اسمها تطبيق كويس لطريقه اللعب. مفيش حاجه اسمها طريقه لعب حلوه، في حاجه اسمها تطبيق كويس او تطبيق مثالي لطريقه اللعب. وهو ده اللي النادي الاهلي عمله النهارده. ولكن لتفوقنا في الشوط الاول اسباب. اول سبب من وجهه نظري المتواضعه جدا ان احنا ما عندناش قفشه وشريف في الملعب. سرطانين في النادي الاهلي، مع طبعا كام اسم تاني، ولكن دول الاساس. سرطانين في ماتش السوبر اللي لسه كاسبينه من الزمالك في الامارات. قبل الماتش على طول ليله المباراه عملت فيديو بسيط جدا تقريبا 3 دقايق، قلت على شويه حاجات يعملوها لعيبه النادي الاهلي. طبعا يعني الفيديو ما وصلش لحد ولا حاجه، بس الفيديو كان اسمه يا رب الفيديو ده يوصل للعيبه. كنت بقول ان لازم لعيبه النادي الاهلي تتحلى بالشراسه وبالضغط وبالتركيز وبالرغبه في الفوز والروح جوه الملعب، ولازم قفشه ومحمد شريف ومحمد هاني ما يكونوش في الملعب. وقد كان ده حصل، وده حصل، النادي الاهلي كسب اداء والنتيجه ده في السوبر. النهارده قفشه وشريف مش بيلعبوا، النهارده النادي الاهلي بيعمل شوط ولا اروع. ده اول سبب من وجهه نظري. تاني سبب ان انت عندك بكل بساطه لعيب بيلعب في مركز المهاجم، لما بتجيله كوره في مربع العمليات او في منطقه الخطوره بتاعه الخصم او في المربع او الثلث الاخير للملعب، بيعرف يتصرف. سواء انهاء، جات له النهارده فرصتين بتهديف، كوره جابها وكوره ما جابهاش. يا ريت يا عم، انا اتمنى ان فرص تهديف او نسبه تهديف مهاجمين النادي الاهلي تبقى 50%، اللي هو تجيلي كوره اجيبها، الكوره اللي بعدها اضيعها. احنا موافقين يا عم، احنا بنتمنى، احنا بنتنشأ. بيرسي تاو اتجرب في مركز المهاجم بعد محمد شريف وحسام حسن وشادي حسين، الثلاثه ما اقنعوش المدرب. اما جرب بيرسي تاو في مركز المهاجم، لما بيرسي تاو اتصاب رجع تاني للعقم التخلف اللي كنا بنعمله من مهاجمين النادي الاهلي. اول ما يا عيني كهربا دخل القايمه لعب اساسي وفي مركز المهاجم. ده ان دل يدل على ان كولر كفران من مستوى المهاجمين في النادي الاهلي، زيه زي جمهور النادي الاهلي. كفران، احنا كفرنا يا جدعان بسبب، يعني استغفر الله العظيم، مش كفرنا دينيا، يعني كفرنا كرويا بسبب مستوى مهاجمين النادي الاهلي. احنا مش بيلعبوا كوره، دول مش بيقدموا كوره، والله العظيم حرام، دول مش بيقدموا كوره. النهارده كهربا جات له كوره عرضها الهاني خرم سليمان، اما دخلها في نفسه. الكوره الثانيه فضل يدحر فيها، اما بصيها لحمدي فتحي ريحها له، حمدي فتحي دب برضه خرم في الهاني سليمان. والكره الثالثه جابها جون، والكره الرابعه كان هيجيبها جون، ولكن عشان تعب وخلاص المخزون البدني خلص. طبعا الله يكون في عونه، شهور قاعد على في تمرين النادي الاهلي في الثلاجه، ما بيخش اصلا القايمه بسبب العقوبات اللي عليه.
ولكن اول ما رجع ولعب عندنا لاعب، سواء بقى اسمه كهربا، اسمه عبد الشكور، اسمه عبد العزيز، اسمه محسن، اول ما بقى عندنا لعيب في مركز المهاجم بيتصرف صح في منطقه الخطوره بتاعه الخصم، لما النادي الاهلي بتجيله فرص بيعرف يترجم الفرص دي لاهداف او صناعه فرص لزمايله، اديكوا شفتوا النادي الاهلي بيعمل ايه. اديكوا شفتوا يا جماعه، مش كيمياء، مش كيمياء، ولكن احنا اللي عندنا لعيبه كسر من بعد كسر من بعد كسر. النهارده لما قفشه ما شاركش، ده تاني سبب في اسباب التفوق في الشوط الاول برضو من وجهه نظري. تالت سبب واخر سبب يعني، او خلينا نقول رابع، يعني هو هقول تالت ورابع بس في عجاله. تالت سبب ان النادي الاهلي بعدم مشاركه قفشه اتخلى عن فكره صانع اللعب، بقى حمدي فتحي بيزيد طبعا كتالت مع محمد فخري وديانج في نص الملعب، فكبقى كتالت حمدي فتحي واخد ادوار السوليه اللي هو برضو مصاب، فبقى حمدي فتحي واخد ادوار من كولر. طبعا انتوا عارفين كولر مميز جدا في حته تغيير الادوار دي، فادى ادوار هجوميه او واجبات هجوميه لحمدي فتحي، وشفنا حمدي فتحي في انبي كان بيعمل الادوار دي كويس جدا وكان مجيد فيها جدا، وفي اول فتراته في انتقاله للنادي الاهلي مع موسيماني كان بيجيد فيها جدا وكان بيهدف وكان مستواه التهديفي عالي. النهارده كولر بيرجع حمدي فتحي المستوى او لرقم 8 مركز 8 وبيأديه على اكمل وجه، برافو حمدي فتحي. ده ثالث سبب من اسباب التفوق في الشوط الاول. اخر سبب حفظ الله القائد، هتقول لي مين القائد؟ محمود الخطيب؟ اقول لك لا، هو حفظ طبعا كابتن محمود الخطيب بس لا، مش ده اللي انا اقصده. هتقول لي مين؟ كابتن الشناوي؟ هقول لك لا طبعا، حفظ الله القائد ديانج يا جماعه، اللاعب اللي يستحق ان احنا نجيب كده فتحة ونصبة ونقعد كده في الشارع ونفضل نكتب فيه أشعار وأساطير، نفضل نبالغ ونزود في إمكانياته ونهول من إمكانياته. يستحق، والله يستحق. والله ديانج ده شايل عننا بلاوي، والله ديانج ده حلقة وصل غير طبيعية، والله ديانج ده أكاد أجزم إنه قدامه سنة أو 2 عشان يكون أحسن ديفندر جه في تاريخ النادي الأهلي. عارف ان في اباطره زمان، وعارف ان في حسام عاشور مستواه وبطولاته بتتكلم عنه ولا يستهان بتاريخه مع النادي، ولكن انا بكلمك في مستوى فني جوه الملعب، مش في تاريخ، مستوى فني حاجه كده. شوقي على حسن عبد ربه على احمد حسن على مين مش عايز انسى حد، بس كل دول اتضربوا في الخلاط على سنه نكهه اوروبيه وبنيه جسديه، طلع لك ديانج. انا بتمنى حلم وربنا على كل شيء قدير، ديانج ده يعيش ويعتزل في النادي الاهلي. ازاي؟ صعبه ولكن مش مستحيله. يا جماعه قعدوه، يا جماعه ادوله اللي هيجيله بره، ادوهوله وقعدوا. الولد قنوع، الولد قنوع. جاله كذا مره عرض من تركيا، جاله مره عرض من فرنسا، جاله مره عرض مش عارف من تقريبا ايطاليا بس او بلجيكا، بس كان فرقه قليله شويه فما رضيش، قال لك لا انا في احسن نادي في افريقيا. فالولد قنوع ورامي بياضه بجامد، والله اكبر عليه، مسلم ومتجوز مسلمه، يعني الحته دي برضو بتفرق وانت في بلد مسلم. ديانج قنوع، اتمنى التمسك بديانج، اتمنى ديانج يتراضى وياخد، لو طلب اكتر من كل ياخد اكتر من كل، حقه. واحنا مش نادي استثماري، احنا مش اتلتيكو مدريد، احنا مش اياكس، احنا مش اكاديميه اوروبا، يعني فاهم، مش اكاديميه في اوروبا اللي هي احنا نادي بنطلع من ناشئين سنه ولا 6 شهور ونقوم بايعين اللاعب ونكسب فيه. لا احنا مش كده، احنا النادي الاهلي هدفنا البطولات، كل بطولة بنشارك فيها حتى لو كأس ودي هدفنا البطولة. إذا أنت عايز دايما لعيبة توب التوب، كلاس A، وطبعا مفيش كلاس A بعد ديانج. حفظ الله القائد. آخر حاجة بس أنا عايز أتكلم فيها، آخر حاجة إن شاء الله ومش هطول عليكم أكتر من كده. طبعا احنا كلنا مبسوطين وكلنا فرحانين بالأداء وكلنا متفائلين خير مع الصفقات الجديدة. مصطفى ميسي لما نزل الماتش اللي فات أجاد، او اللي قبله النهارده الضاوي بينزل بيجيد ما شاء الله، باين من لمسته، باين للي عنده عين واللي عنده رؤيه، باين من لمسته ان الولد كويس. محتاج طبعا 19 سنه، فمحتاج ان هو
الموهبه بتاعته تتحط في اطار الخدمه للفريق، وهيكون اعتقد بنسبه كبيره ان شاء الله يكون انطلاقه فينيسيوس جونيور مدريد. مع اني مش بحب اللعيب ده، بس الحق يتقال، لعيب ممكن يكلفت اي حد، لعيب ممكن ينقلك من منطقه جزائه، منطقه جزاء فريقه، لمنطقه جزاء الخصم في جزء من الثانيه. هياخد الكرة وهيطير وهيضرب بخطط الخصم عرض الحائط، ولا بقى تكتيكات ولا مثلثات ولا منطقة الحيازة ولا منطقة بناء ولا العب لعبة ولا لمسة وجارية ولا الكلام ده. هياخد الكرة. فأتمنى إن اللاعب ده نستفيد منه. أتمنى إن الجمهور ما يبدأش يحكم على اللاعب بسرعة. اهدوا، حتى لو أجاد ما تسقفوش، ما تهولوش الموضوع. طبعا الكلام ده مش عندنا احنا كجمهور نادي أهلي، ولكن وجب التنويه. الصفقات الجديدة مبشرة، وعندنا ماتش مهم يوم السبت من فرقة واقعة، من فرقة أول ما الكلام اتقال بتاع المنشطات والكلام ثار، الفرقة ما تفهمش إيه اللي حصل لها. أنا مش عايز أرمي حد بالباطل لأني ما عنديش دليل أو معلومة، ولكن اللي ما يشوفش من الغربال هو حر. الفرقة والنادي اللي أنت هتقابله ده مليان خراب من ساسه لراسه. ممكن الخراب ده كله يتعالج في حالة إنه لو فاز عليك. اوعى تخليه يرجع على حسك. لازم لعيبة الأهلي ما تاخدش أداء النهاردة وترتكز عليه، لازم نبني عليه. احنا لسه قدامنا كتير جدا عقبال ما الجمهور يرضى على الفرقة. ولما هاني بعد إصابة أكرم توفيق ربنا يرجعه بالسلامة بدأ يفوق ماتش والتاني، جمهور النادي الأهلي كله سواء في الشارع على السوشيال ميديا في أي حتة قال لك والله ما دعمك يا محمد يا هاني لما تديني 10-15 ماتش ورا بعض مستمر في المستوى العالي اللي انت بينته لنا. انا كمان وجمهور النادي الاهلي كله بينادي بنفس الكلام ده، بس على عموم الفرقه. والله ما ندعم ولا نسقف ولا نحيي ولا نرجع جمهور النادي الاهلي اللي بجد، اللي في ظهر الفرقه بجد، اللي هو بيدعم دعم كامل مكمل عن حب اعمى، الا لو شفنا منكم استمراريه واكل للاخضر واليابس الفتره اللي جايه كلها. رايحين كاس العالم للانديه هندوس على الكل باذن رب العالمين. مفيش حد كبير علينا، احنا الكبار. هنقابل، هقول مين، زوجتنا المفضله يوم السبت اللي جاي. هنقابل الزوجه المفضله لينا يوم السبت اللي جاي، وهتبقى دخله وهتبقى ليله حمراء وهنلبس لهم الاحمر وهو هيرتدي الرداء الابيض. ودي يعني عروستنا المفضله، انتوا عارفين بنعمل فيها ايه كل ما نقابلها، خمسات وستات ودي ادي ادي ادي. فمش هوصيكم لعيبه النادي الاهلي، ركزوا، عندكم مباراه حاسمه في تاريخ الموسم كله او معظمه بيتحدد على اساس المباراه اللي جايه دي. يا انت تركب وتدوس وتزود الخراب خراب وتقضي عليهم، يا اما يرجعوا على حسك وعلى حس 90 دقيقه يتمه انت ممكن ترجعهم بيها لو تخاذلت. اوعى تتخاذل واوعى ترتكز على اداء شوط جيد عملناه قدام سموحه. لسه اللي جاي اقوى واللي جاي احسن ان شاء الله. نلتقي في مواعيد قادمه اخرى، والاهلي دايما مفرحنا. دمتم جميعا بألف خير. صلي على سيدنا محمد، ما تنساش دي اهم حاجه في يومك. السلام عليكم.